كتب إبراهيم محمد باداود في موقع المدينة قائلا: ساهم تطور تكنولوجيا الهواتف المحمولة وأنظمة التشغيل في توسيع دائرة استخدام التطبيقات مع ارتفاع عدد مستخدمي الهواتف الذكية، والتي ساهمت بدورها في إنجاز الأعمال وتسهيل التواصل بأسرع وقت وأسهل طريقة. كما ظهرت تطبيقات متخصصة في مجال الخدمات والتوصيل وتطبيقات السيارات والدراسة والصحة والجوانب الاقتصادية والمعاملات المالية وتوصيل جميع الطلبات والإصلاحات المنزلية، حتى استطاعت هذه التطبيقات أن تواكب نمط الحياة السريع، خصوصا في ظل التحول الرقمي الذي نعيشه. انتهى كلامه. ومن هذا المنطلق قدمت لكم قناة المنبر الإلكترونية برنامج تطبيقات مفيدة من إعداد وتقديم الدكتورة بشاير الرندي، المتخصصة بتقنية التكنولوجيا ونظم المعلومات والتطبيقات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامج تطبيقات مفيدة. وبما أننا بالشهر الفضيل شهر رمضان الكريم، سأكلمكم عن تطبيق جدا مفيد، وهو تطبيق اسمه GIF. ماذا يميز هذا التطبيق؟ هذا التطبيق يضم كل الجمعيات الخيرية المصرح لها في دولة الكويت. فإذا كان الواحد يحب إنه هو يتصدق أو إنه هو يزكي أو إنه هو يساعد، يستطيع من خلال هذا التطبيق اختيار الجمعية أو اختيار المشروع اللي يحب يتبرع له بكل سهولة. من خلال ضغطة زر يستطيع أن يتبرع لأي جمعية من الجمعيات الخيرية الموجودة في دولة الكويت ولأي من المشاريع اللي موجودة في دولة الكويت. طيب ماذا لو إن أنت مثلا لا تمتلك مثلا المال للمساعدة أو للمساهمة في هذه المشاريع؟ تستطيع أيضا أن تقوم بفعل خير من خلال هذا التطبيق، وذلك باختيار أحد المشاريع وتأسيس صفحة لهذا المشروع ونشره على جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فيه. وعند اكتمال تمويل هذا المشروع سوف تصلك رسالة شكر من خلال الإيميل، يشكرونك فيها على المساهمة في أن أنت نشرت هذا المشروع على صفحتك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فيك، وبذلك تكون قد ساهمت ولو بجزء بسيط بتقديم فعل خير من خلال نشرك لهذا المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي. تطبيق جدا جميل. الحلو والميزة فيه اللي هي سهولة الدفع، بالإضافة إلى أنه يجمع جميع المشاريع الخيرية وجميع الجمعيات الخيرية اللي موجودة في دولة الكويت. ستجدون رابط التطبيق بأسفل هذه الحلقة، بالإضافة إلى أنكم تقدرون تشتركون بقناة المنبر وتشوفون كل وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة لكم في أسفل هذا الفيديو. شكرا لكم ودمتم بود.